الحرية معاه وهو اللي عمره ما فكر يحب لقى روحه فيها. بس الدنيا عمرها ما بتسيب حد يتهنى بسهولة. الماضي اللي بيطارد روزغار هايال ما كانتش تعرف إن روزغار شايل هم كبير، عيلته متورطة في جريمة قتل قديمة، والناس شايفين إن هو كمان قاتل زي أبوه مع إنه بريء. والموضوع ده وصل لعيلة هايال، ووقتها الدنيا ولعت. أبوها وأمها واقفين قدامها: مش هتقبلي واحد ماضيه بالشكل ده، انسيه. لكن قلبها ما كانش بيطاوعها، كانت شايفة في عينيه براءة وإنسانية عمرها ما شافتها في غيره. الصراع الكبير روزغار حاول يهرب من الماضي، يحارب الدنيا علشان حبهم، بس الضغوط كانت كتير. وفجأة لقى نفسه داخل سباق موتوسيكلات خطير، كأنه بيهرب من كل جرح قديم. والليلة دي حصلت الكارثة، الموتوسيكل اتقلب والناس جريت، وهايال وصلت وهي بتنهار، وروزغار اتنقل العناية المركزة بين الحياة والموت. النهاية بأسلوب مفتوح من غير حرق كامل. الحادثة دي كانت اختبار حقيقي. هل الحب اللي بدأ في اللحظة ممكن يكمل العمر كله؟ هل هايال هتقدر توقف ضد أهلها والماضي